اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الخير والهنا والسعاده. بدات المشروع ب3 بيضات اهم. بصوا عملت ما شاء الله تشيز كيك تحفه تحفه تحفه. شايفين عامل ازاي؟ شايفين الطبقات؟ يعني شايفين طبقات جميله ازاي ما شاء الله وعامله ازاي؟ شايفين الشكل ما شاء الله؟ مش مكلف، او ممكن برضو تخليه مش مكلف خالص كمان يعني، بس انا كمان مزوده له حاجات اهو. شايفين ما شاء الله التماسك عامل ازاي؟ تعالوا بقى نشوف عملنا ايه. ما شاء الله عرضتهم وما شاء الله طلب منهم كذا كذا واحده كمان، وكانت خفيفه كده وجميله وبسيطه وطعمها حلو جدا. تعالوا بقى نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ونقول معانا كوبايه وربع دقيق عادي، اللي هو استخدام جميع الاغراض يعني. حطيت كوبايه وربع دقيق، حطيت معلقه صغيره بتاعت الشاي بيكنج باودر، هنخله كويس قوي. بعد ما نخله هحط عليه نص كوبايه سكر، وهقلبه كده اقلب المواد الجافه مع بعضها. اكسر عليهم 3 بيضات، يكونوا البيض بحجم كبير، ويكون يكون البيض حجمه كبير مش صغير. واحط عليه رشه فانيليا، ومعلقه عاديه خالص من بتاعه الاكل محسن جل. احط النص ربع كوبايه ميه متلجه. اروح ضربه كده كله في قلب بعضه كده بالمشبك، واحطه في العجان يتعجن الخليط معانا. طبعا الفرن مولع، انا مولعه الفرن. الخليط بتاعه ما شاء الله زي ما انتم شايفين معايا. الصينيه دي مقاس 22. بطنت كده الارضيه بتاعتها بورق خبز، وهنزل كده بالخليط. وطبعا ادخلها على درجه حراره 160. هتقعد معاكي حوالي 30 دقيقه. بعد 25 دقيقه او بعد 20 دقيقه بالظبط ببص عليها اشوفها كده دنيتها فيها يعني. ماشي. سبتها على 160 لحد ما طلعت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بس سبتها تبرد خالص، واسلك بقى الجناب، لان انا مش حاطه في الجناب ورق خبز اهو. واشيل كمان اللي في الارضيه. شايفين ما شاء الله الارتفاع بتاعها؟ عايزه اقول لكم طبعا حجمها 22، حجمها حلو جدا على فكره، حجمها كويس جدا يعني. معايا هنا منجايه مقطعاها كده قطع، وكنت مفرزاها في الفريزر. اشيل بس كده الوش من على الكيك. الوش ده لازم يتشال، ما تسيبيهوش في الكيك، لان الوش ده بيبقى عباره عن البيض اللي هو طلع من يعني نتيجه البيض وسوى الكيك ده. البيض بيطلع على الوش كده، فده لازم يتشال عشان ما بيبقاش حلو، وهيبوظ لك التورتايه او الجاتو اللي هتعمليه. ظبطت المنشار هنا على 7 اهو. شايفين يعني كل شويه بصوا عشان ما شاء الله ارتفاعها كويس قوي يعني، هي عاليه. وشايفين بصوا الارتفاع ما شاء الله، ادتني 2 مرتفعين حلوين قوي. هنا بقى معايا معايا المانجايه دي مش كبيره قوي يعني. بس هعملها عصير. انا عايزه عصير كده مانجا. هحطها في الخلاط، واحط عليها بس نص كوبايه كده ميه، حاجه بسيطه قوي بس تمشي لي الخلاط اهو. واللهم صل على سيدنا محمد. واحط عليها سكر واحليها، يعني اخليها طعمها حلو. ده عصير انا بعمله كده عصير، فعايزاه يبقى طعمه حلو. خلاص خلصت هنا. تعالوا بقى هنا معايا 350 جرام جبنه كيري اهي. دي سايبه بس تحفه. غاليه يعني، انا جايبه الكيلو منها ب130 جنيه. حلوه قوي. في منها بالقشطه وفي منها العاديه. خدت هنا 350 جرام كده، حطيت عليهم كوبايه كريم شانتيه واحده بس، وهحط عليهم كمان حوالي 3 معالق سكر، وهحط ذره فانيليا او رشه فانيليا، وهحط كوبايتين ميه متلجه، كوبايتين، لان انا عايزه الخليط سايل خلوا بالكم. وهدريله كده ضربه كده بالمشبك بتاع العجان برضو، واسيبه كده يتضرب لحد ما يعمل بقى فوم. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. جبت هنا معلقتين جيلاتين، حطيتهم في كوبايه، هحط عليهم ميه سخنه، يعني نص كوبايه ميه سخنه او ربع كوبايه كده، واقلبه كويس قوي لحد ما يبقى ناعم خالص اهو. شايفين؟ واسيبه كده يبرد مع نفسه. هنا بقى الكريمه طلعت معانا، او الكريم شانتيه طلع معانا اهو. هعمل هحط عليه المانجا اللي احنا ضربينها في الخلاط ومحطين عليها السكر، وكمان هضربها في الخلاط اهي. وهدوقها كده اشوفها عايزه سكر. ايوه بصوا لقيتها عايزه سكر، حطيت. وهزودها كمان، يعني زودتها كمان ميه تاني. يعني انا عايزه الخليط يكون خفيف، مش عايزه الخليط عباره عن كريم شانتيه، لا ده هو بيبقى الخليط خفيف. بعد طبعا ما الجيلاتين برد والخليط بيتضرب معايا، نزلت بالجيلاتين على الخليط اهو. اسهل تشيز كيك هتعمليه في حياتك والله العظيم بجد. اتضرب كله في الخلاط بقى سهل جدا. جبت هنا قعدتين، القعده دي 26، وكان عندي ورق الفاكيوم ده بقيسه كده على قد التورتايه. وهبدا هنا اقص الزياده
وبالسوليتيب كده ايه الزقه واكده في قلب بعضه، بس الزقه كويس قوي علشان ما يسربش مننا الخليط اللي احنا هنحطه. بصوا اهو. طبعا التانية دي كانت صغيرة، طبعا هعمل ايه، مش هكمل، لا هكمل عشان اطلع الطلب. عملتهم كده زي ما انتم شايفين وظبطتهم. كمان كنت نسيت احط حتة كريمة على ارضية القعدة علشان خاطر ما تخليش التورتاية تتهز معايا، فشلت التورتايه وحطيت الكريمه وحطيت تاني التورتايه. شفتوا الخليط ما شاء الله كان جميل ازاي، اللهم بارك. الخليط خلص اهو. بصوا الكميه. انا هنا كنت الاول ايه هستعمله في كيس الحلواني لو انت مش هتعرفي تظبطيه، فبصوا قلت اظبطه كده من الجوانب علشان يبقوا الثلاث طبقات ايه حلوين كده ومنظرهم حلو. بصوا بدات هنا اظبط كده بالكيس، وبعد كده مش هستعمل الكيس بقى. بصوا ابدا احط كده بالسباتولا واساوي كده فيه. لازم السطح بتاعه يكون متساوي جدا لان احنا لسه هنحط عليه حاجه تاني. اي حد هنا واحنا حلوين قوي وما شاء الله. خلوا بالكم التكلفه مش كتيره، خلوا بالكم ما شاء الله يعني. هبدا كده احط. انا عايزه طبقه طبقه الشيز الكريمه تبقى زي قد طبقه الكيك او اكتر كمان. هنا بقى التاني رحت صباه كده على طول مره واحده، وهزيت هزيت التورتايه كده اهو شايفين لحد ما هيتساوى. اجيب بس الاسباتولا كده او السكرابر او الاسباتولا واسويه اهو شايفين. هعمل ايه انا كده خلصته كده، خلصت يعني دي تاني مرحله. احطه على طول في الفريزر يتجمد واطلع ولما يطلع اشتغل فيه وهو متجمد. مش هينفع اشتغل فيه خالص وهو كده خالص يعني اهو. اسويه بس السطح كده عشان يبقى املس كده، ولما احط الحاجه عليه يبقى كويس. هنا بقى كنت طبعا كان بالليل يعني، كنت سبتها كام ساعه كمان في التلاجة. جبت كيس جيلي فراوق مانجا وحطيته كده. هنا لقيت كوبايه صغيره عليه، حطيت عليه كوبايه ميه بتغلي، كوبايه واحده بس، ما تحطيش بزياده، احنا عايزين الجيلي يمسك على طول. بعد ما عملت الجيلي جبت هنا طبعا انا مفرزه مانجا. انت بقى مش عايزه تحطي مانجا ممكن ما تحطيش مانجا خالص يعني، حطي بس اكتفي بالجيلي وخلاص، مش هتبقى مكلفه معاكي خالص على فكره يعني. لكن انا قلت ايه، لا انا كمان هدلعها بزياده واحط كمان مانجا كده على الوش، وكل حاجه بسعرها يعني مفيش مشكله. اللي حبه مثلا حبها مثلا السعر بتاعها قليل، لا هشيل المانجا هحط لها بس جيلي بس. لكن انا قلت ايه ادلعها كده علشان ايه، علشان عارفين إيه تبقى غنيه كده. بعد طبعا هنا انا كنت فاكره ان الكيس ده هيكفي تورتتين، لقيت الكيس ما كفاش تورتتين خالص صراحه. بصوا يعني انا بحط اهو ومش يعني لقيته لا مش نافع، لقيته قليل قوي الكيس على التورتتين. عملت كيس تاني حطيت اهو، ده الكيس التاني حطيت عليه برضو كوبايه ميه كده بتغلي وبس وقلبته. وبصوا هنا كنت طبعا حطيتهم بقى في الفريزر على ما الجيلي يهدى شويه، وبدات هنا اصب. شوفوا بقى ايه رايكم، ما شاء الله ودخلت التلاجة وبقت زي الفل ما شاء الله، وطلعوا زي الفل. ومشروع حلو جدا جدا بجد، مربح وهيكسبك كتير ومش مكلف. انت بتطلعي يعني بصي ما شاء الله 3 بيضات طلعتي منهم تورتتين حلوين. هتقدري توفري باي طريقه انت عايزاها او تعملي اللي انت عاوزاه فيها يعني. طبعا اشوفكم ان شاء الله على خير وسعاده وسلامه يا رب. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان اي جديد انزله يوصلك على طول اشعار بيه. وما تنسيش اللايك عشان اللايك بيرفع معانا الفيديو ان شاء الله كده. اشوفكم يا رب على خير وسعاده وسلامه، ومع السلامه وباي باي.